السلام عليكم يا جماعة، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم اليوم بحلقة جديدة من سلسلة القصص اللي سويت لكم إياها، وإن شاء الله تعجبكم. قصة اليوم وبدون أي مبالغة قصة ما تسمعها إلا بأفلام الأكشن. قصة حصلت في يوم 25 أغسطس عام 1973 ميلادي. بطل القصة اسمه أحمد أبو بكر سالم، وقتها كان عمره 45 سنة. الشخص هذا من اليمن، وتحديدا من شمال اليمن أيام الانفصال، اليمن الجنوبي واليمن الشمالي. في يوم من الأيام قرر أحمد أنه يركب الطيارة اليمنية التابعة للخطوط الجوية اليمنية. كانت رحلة اعتيادية جدا، يعني متوجهة من اليمن لأسمرة اللي بالحبشة. أحمد ركب الطيارة، وكان في الطيارة مجموعة من الأشخاص اليمنيين. بالصدفة وقتها كانت موجودة زوجة السفير الإيطالي، وطبعا وقتها ما حد كان يدري، وكان معها الحماية الإيطالية زي ما انتم عارفين. الناس هذولي طبعا متخفين بلبس مدني علشان يحموا زوجة السفيرة. المهم بعد ما طارت الطيارة وصارت بنص الطريق لأسمرة، يقوم أحمد هذا ويدخل على دورة المياه أكرمكم الله. بعد ما خلص وطلع من الحمام الله يكرمكم، راح على كابينة القيادة وكان معاه مسدس هذا كان مغطيه بمنديل أبيض، وكان معاه شنطة مفتوحة وحاط يده الثانية جواتها. فجأة كذا بدون أي مقدمات رفع أحمد السلاح ويقوم بتهديد الكابتن. طبعا أحمد لما رفع السلاح على الكابتن كان جنبه مساعد الطيار. مساعد الطيارة هذا سوى شيء غلط إنه يسويه. المساعد كان يحسب إنه يقدر يسيطر على الموضوع، ويجيك حمد إسماعيل اللي هو مساعد الطيار وقتها يحاول التصدي لأحمد. والمفروض مساعد الطيار بما أنهم في الجو ما يحاول إنه يقاوم، لأنه زي ما أنتم عارفين أي تهور أو حركة في الطيارة ممكن كل اللي فيها يفقدوا حياتهم لا قدر الله. المهم بعد ما هجم مساعد الطيار على أحمد، طبعا أحمد ما كان متوقع إنه يصير هالشيء. فجأة طاح المسدس من يده، وتطلع طلقة من المسدس تخترق فيها سقف الطيارة ويصير ثقب. الثقب هذا من قوته ومن قوة الهواء اللي قاعد يدخل في الطيارة. ركض وقتها مساعد الطيار للكابينة وحط الحزام وحط الأكسجين. تخيل تكون على ارتفاع 3000 قدم أو أكثر بعد ويصير هالشيء. الزبدة كل الطيار لبست القناع علشان الضغط ما عدا أحمد تلثم وأخذ السلاح ودخل مرة ثانية على الكابين. راح وحط السلاح على راس الطيار الألماني وهدده. هنا الطيار اختل توازنها لكنها لسه تحت السيطرة. الطيار حاول يهديه، يقول له إيش تبي إيش ما تبي وزي كذا علشان ينهي الموضوع. جاء أحمد قال لهم لا تنزلون في أسمرة، كان هذا طلب أحمد، وقال لهم يتوجهون على الكويت. قالوا له صلي على النبي يا ابن الحلال، البنزين ما يكفي، الوقود ما يعني مستحيل يوصلهم على الكويت، والشيء الثاني في تسرب هواء مرة كبير بسبب الثقب، وممكن هذا يتسبب في تمزق الطيارة ونموت كلنا يرحم أمك. قال له قسم بالله لو انك تنزل أسمرة لأفجر راسك انت والمساعد حقك، يعني بالحالتين ميتين. قالوا له خلاص تمام، راح ننزلك أقرب منطقة الطيارة راح توصل له. اقترح عليه الطيار انه ينزل قطر، ينزل جدة، ما في. حط عليه السلاح مرة ثانية أحمد وقال له إلا تنزل على الكويت. الطيار قال له إيش رأيك ننزل على مطار أسمرة، نعبي بس وقود، وبعدها الوقود هذا يكفينا ونطلع على الكويت، بس وعد ما حد ينزل من الركاب، وهذا وعد مني لك. قال له خلاص تمام. أحمد قال له أي شخص راح ينزل من الطيارة راح أفجر راسه. قال له الطيار تم، وفعلا ينزل على مطار أسمرة، يعبوا بنزين وبعدها يرجعوا على الكويت. قالوا للمطار إنه يعبوا الطيارة 1000 لتر من الوقود، ويرجع الطيار يقلع مرة ثانية ويوجه على الكويت. والغريب إنه الطيارة لسه فيها الثقب اللي أحمد سواه. المهم بعد ما طاروا حس إن هم ميتين، يا إنهم راح يموتوا بسبب أحمد أو بسبب الثقب. توكلوا على الله وراحوا على مطار الكويت بدون أي إذن أو أي شيء. وهم بالطريق تواصلوا مع برج المراقبة اللي بالكويت، وشرحوا لبرج المراقبة إن لازم نجيكم والطيارة مخطوفة وزي كذا. بعدها برج المراقبة قالوا لهم لا ممنوع. فهنا الطيار قال لهم براحتكم، إذا ما أعطيتوني الإذن إن أنزل على الكويت أو مطار الكويت راح أنزل وأهبط في الكويت في أي مكان، لأن بصراحة ما راح أقدر أروح مكان ثاني بسبب الوقود وبسبب الرجال هذا اللي قاعد يهددني. قال لهم أنا ما راح أنزل المطار، بس راح أنزل على مكان فيه صحراء أو شيء، بس أنتوا دلوني على مكان كذا ما في مناطق سكنية أقدر إني أهبط فيه. شافوا إن الرجال صامل وقاعد يكلمهم بأسلوب غير الأسلوب حق الطيارين. برج المراقبة تأكدوا إن الطيار واصل لمرحلة غريبة وأول مرة يشوفوها. ويروح برج المراقبة اللي بالكويت يبلغ وزير الإعلام ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد.
طبعا انتم عارفين مين وزير الخارجية صباح الأحمد، يعني البروتوكول حقه في التعامل وفي الأمور هذه. وبما أنه هذا كله صار، الدنيا كلها راح تتواصل مع الشيخ صباح الأحمد الله يرحمه. وطبعا بعد ما تدخل الشيخ صباح الأحمد في هالموضوع وأسلوبه وخبرته في هالمفاوضات، يعني قال لهم لا تخاف، الموضوع عندي وراح أروح للمطار بنفسي. قال لهم راح أرسل طيارة حربية علشان تتأكد من صحة كلام الطيار. بعد ما راحت الطيارة الحربية بالفعل شافت انه الموضوع مرة ما ينسكت عليه. بلغوا الشيخ انه الطيارة حالتها سيئة ومع المطبات الهوائية ممكن يفقدوا ارواحهم. بعد ما الشيخ صباح الأحمد وصل على برج المراقبة، تواصل مع الطيار وقال للطيار اعطيني اني اكلم احمد وقل له معك وزير الخارجية. وافق احمد وتكلم مع الشيخ وقال له الشيخ اي شيء تبغاه يا احمد راح نسوي لك اياه، بس الطيار والركاب ومساعد الطيار يكونوا بخير. احمد قال له تمام بس بشرط، عندي طلبات ولازم تنفذها. قال له ايش تبي بس اطلب اللي تبغاه. قال له احمد ابغاك تتكفل ب30 ولد وبنت، وتتكفل باولادي وبناتي، وتوفر لنا بيت، وتعطيني الامان بانه ما حد يلمسني او يصير لي اي مكروه. قال له تمام، عشان تتاكد راح اكتب بخط يدي تعهد بتنفيذ كل مطالبك، وانه ما راح يصير لك اي شيء وراح ترجع لاهلك سالم غانم. وبرسل الورقه اللي كتبتها مع مدير الامن، وراح يوصلك مدير الامن بعد ما توافق طبعا. واذا وافقت الطيار راح يشغل انوار الهبوط وراح نعرف وقتها انك موافق. قال له خلاص تمام انا موافق. وشغل الطيار الأنوار وهبطوا المطار وأمورهم تمام. راح مدير الأمن طلع على الطيارة ويلقى أحمد ماسك الكابتن وموجه المسدس على راسه. مدير الأمن لما شافه قال له يا أحمد لا ترتكب أي مصيبة ثانية، إحنا بيننا اتفاق وكل واحد على اتفاقه، خلي المسدس يحين على الأرض علشان ما يصير أي هجوم، لأنه لو صار أي هجوم الاتفاق اللي ما بيننا يعتبر ملغي. حط أحمد المسدس على الأرض وجاء مدير الأمن مسكه بدون ما يكلبش ولا شيء. بعدها نزل طاقم الطيارة والمجموعة اليمنية والإيطاليين ووصل السفير علشان يطمن على زوجته. أحمد هذا تعرض لأزمة مرة قوية، كل أخوانه الأربعة ماتوا بالحرب، ومجموع أولادهم 30، وأولاد أحمد 7، وزوجاتهم 9، هذا غير أمه وأخواته زي كذا، يعني حرفيا عددهم مرة كبير. وكانت نفسيته مرة متدهورة وما كان قادر يصرف عليهم. وبعدها فكر إنه يلقى حل، ومو أي حل مرة كبير يغير له هالمواضيع كاملة، طبعا عشان يقدر يعيش هو والعشيرة كاملة اللي معاه. بعد كذا الكويت نفذت مطالبه وكانت على وعودها معاه، وحتى تم تصليح الطيارة اليمنية علشان تتنازل الخطوط الجوية اليمنية عن القضية، وسلموه لليمن مع أخذ تعهد بإسقاط القضية. وتم صرف بيوت وجميع أنواع المؤونات على أحمد وعائلته، وكان الحدث تاريخي وما كان أحد متوقع هالشيء. وبكذا خلصنا حلقتنا لهاليوم. يا ليت تنزل تعطينا اللايك والشير والسبسكرايب إذا عجبك المقطع، ونشوفك في فيديوهات قادمة. يلا السلام. أيوة قعدت أقلب الحين، ها قربت، ها بس يلا كيش راضي جدا. الشيخ حسن صباح الأحمد حسن يروح برج المراقبة اللي ليه طلع حسن؟ جيب لي اسم صباح. وزير الخارجية الشيخ لا تعال والله خلاص والله والله هاي يروح علي الدور، يعني أبغى أنام. يروح وزير الخارجية تمام، يروح برج الخارجية يا محمد يروح برج انت بتحط مدخلات بتطلع مخرجات ثانية مع أخ تعهد أبغى أنام.